خلينا متفقين ان الحواوشي يعني توابل. لو حطيتي توابل مظبوطة هيطلع معاكي احلى رغيف حواوشي ممكن تاكليه في حياتك. هعمله معاكم النهاردة احلى بكتير طبعا من بتاع بره، لانه كفاية ان انتي ضمناه وعارفة انتي حاطة فيه ايه بالظبط. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، عبارة عن 400 جرام من اللحمة و100 جرام من الدهن، ومعايا ربع كيلو كده من البصل، معلقتين كبار دقيق وعليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ومعايا فلفلتين رومي وفصين توم ونص معلقة كده صغيرة من هريسة الشطة. ضفت بقى كل المكونات دي على بعض. نيجي بقى للتوابل، ودي أهم حاجة في الحواوشي. معايا معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، معلقة كبيرة ممسوحة من بهارات الحواوشي، ونص معلقة صغيرة من كل التوابل اللي هقولها دي: فلفل اسود، بصل باودر، توم باودر، قرفة، جنزبيل، بهارات لحمة. بفضل اعجن بقى في الخليط ده كده يعني مثلا 5 دقايق 10 دقايق لحد بس ما كل المكونات دي تتجانس مع بعض وتبقى يعني كأنها حاجة واحدة. بسيبهم بقى في التلاجة كده يتشمعوا، ممكن ساعة ممكن نص ساعة، يعني على حسب وقتك. ممكن تشتغلي بيهم على طول على فكرة، بس لما بيتشمع كده اللحمة بيبقى طعمها أحلى. بجيب بقى العيش بتاعي وبعمل كورة كده من اللحمة وافردها بقى في العيش كويس. انا عايزه اللحمه بتاعتي تبقى كلها بنفس السوا في العيش علشان تستوي كلها في نفس التوقيت. بكمل بقى الكميه بتاعتي كلها، دخلها على فرن سخن جدا جدا، اعلى درجه حراره ممكنه. هتاخد حوالي نص ساعه في الفرن، بقلبه بديله رشه زيت كده. هيطلع معاكي احلى حواوشي بجد ممكن تاكليه في حياتك. وصفة بسيطة جدا، بس أهم حاجة تلتزموا بالبهارات اللي أنا قلت عليها دي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولي رأيكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.